رجعنا مثل ما قلت، رجعنا. متابعي قناة زوم سبور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اضربها نبيل وصدها اليوم أنس. سنتحدث يا بغداد عن الأخطاء التحكيمية في هدفين، مباراة صارت النتيجة الآن الجزائر وبوركينا هدفين، فاسو. صارت النتيجة الآن. الصورة وكأن الأولى شيئا لم توضح يكن، ركلة وكأن جزاء بوركينا واضحة تسجل ونحن على بعد النتيجة مسك على متعادلة. بونجاح، ومن يقول الكرة لم توجه إليه، فإن القانون يقول أي مسك داخل منطقة العمليات والكرة ليست خارج المستطيل الأخضر تحتسب ركلة جزاء، كما هو موضح في الصورة. بالليل يحاول الفتح والكرة داخل منطقة العمليات، إذن هي ركلة جزاء شرعية لمنتخب الجزائر في الدقيقة 12 من المرحلة الأولى. وفي الصورة الثانية قبل ركلة الجزاء التي منحها الحكم لمنتخب بوركينا، كان اللاعب الذي عرقله أيتنوري متسللا في لحظة انطلاق الكرة من اللاعب البوركينابي كما توضحه الصورة. للأسف الفار لم يرجع إلى اللقطة من الأول، بل تم الرجوع فقط إلى لقطة ركلة الجزاء. وللإشارة فإنه من غير المعقول أن الحكم الذي أدار مباراة الجزائر وأنغولا في الجولة الأولى من منافسة كأس إفريقيا بكوت ديفوار هو نفسه المسؤول أو حكم غرفة الفار. على كل حال نتمنى التوفيق لمنتخبنا في المباراة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل أمام موريتانيا الشقيقة.